في رأيي الشخصي إن مشكلة ناس كتير جدًا من اللي عايزين يتكلموا إنجليزي أو يتعلموا إزاي يتكلموا إنجليزي، هي إن هم بيفكّروا بلغتهم الأصلية، يعني في حالتنا إحنا بيفكّروا بالعربي، وده منطقي جدًا، حضرتك بتفكّر غصبٍ عنك مخّك ده عامل زي الprogramming أو اتعلم programming، أنت لمّا أول حاجة علّمتها له اللي هي العربي، هو أوتوماتيك بقى بيفكّر بالعربي، بقى بيحاول يرُد على كل حاجة بالعربي، بقى حاول يتعامل مع كل حاجة بالعربي. فبالتالي انت لما بتيجي تتكلم انجليزي او حد يكلمك انجليزي وانت بترد، انت عقلك اللي بيحصل ايه؟ بياخد الكلام بالانجليزي يترجمه للغتك الاصليه اللي هي العربي، ويحاول يرد بسرعه كل ده في اجزاء من الثانيه، يعرف الرد هيرد بيقول ايه بالعربي، ركز معايا، عايز يرد بالعربي ويقوم مترجم العربي ده لانجليزي. كل التشين او السلسله ديت اللي بتحصل، ده بيعطلك غصب عنك انك تتكلم انجليزي وانك ترد انجليزي بطريقه سليمه او ترد بامريكان انجلش. فواحد هيقول لي طب ما انا بالطريقه دي ان شاء الله انا عمري ما هتعلم انجليزي. لا، احنا هنتعلم انجليزي بان انا هعمل بروجرامنج جديد، ابرمج عقلي بطريقه جديده، بان انا اديله مجموعه من الكومنتس او الاوامر، ان انا اخلي عقلي يتعامل بطريقه تلقائيه ان هو يرد صح. ازاي نتعلم ده؟ يعني لقيت واحد صديق امريكاني بيتكلم او بيتعلم العربيه، وبعدين انا في وسط الكلام فبتكلم معاه بقول له صباح القشطه. هو ما فهمش حاجه، هو عارف يعني ايه صباح وعارف انها قشطه، فمعرفش يجمع ايه صباح القشطه اللي بتتحط على اللبن دي، يعني ايه صباح القشطه، معرفش يجمعها. لما شرحت له قعد يضحك لدرجه ان هو يقول لاصحابنا المصريين واصحابنا العرب دلوقتي لما يجي يشوفهم صباح القشطه والناس كلها بتقعد تضحك. طيب، انت النهارده لما بتيجي تتكلم بالعربي ما بتقولش صباح الخير عزيزي فلان، صباح الخير صديقي فلان، انت بتقول صباح القشطه، صباح الجوافه. دوت صباح القشطه وصباح الجوافه دي هي دي اوامر الكودينج اللي عقلك خدها بالعربي من غير ما يحس، وبقيت لما حد بيتكلم معاك باللغه العاميه المصريه او اللغه العاميه العربيه بقيت ترد كده من غير ما تفكر اصلا. النهارده بقى هنتعلم مع بعض اول 7 اوامر كودنج بالانجليزي يخلوا لساننا يفك ويخلونا نتكلم انجليزي من غير ما نفكر ومن غير ما نحس، ونرد بطريقه طبيعيه جدا كاننا ناس امريكانز. اول حاجه heading. I am heading to. انا متجه الى او رايح البيت. وعايزك لو انت بالذات لو انت مصري فكر بالمصري. يعني ايه؟ يعني ما تقولش ما تترجمهاش للغه عربيه، لا، انت اتعلم مع الامريكي كانك بتتعامل مع المصري، عايزك ما تفكرش. فلما تقول I am heading to ما تقولش معناها انا متجه الى، لا، انا رايح البيت. I'm heading to home. I am heading to store. store في الامريكان اللي هو الجروسري ستور اللي هو محل البقاله. I'm heading to store. I am heading to home. فانت كده بتقول انا رايح للحته الفلانيه من غير ما تقول I will go to ذا كذا I will go to ذا كذا. لا، الكلام ده الانجليزي بتاع الكتب او الانجليزي البريتش او الانجليزي الادبي ده حاجه، والانجليزي الامريكان اللي احنا عايزين نتكلم بيه كاننا الناس امريكانز ده موضوع تاني. تاني حاجه to catch up. to catch up. I need to catch up on some cleanings. انا عايز الحق وعايز الم المتاخر عليا في التنظيف this weekend. I need to catch up on some cleaning this weekend. I need to catch up on some emails. يعني في ايميلات كتيره متلتله جايه لي وانا ما بصيتش فيها، والشغل مطلوب ان انا لازم اخلص الايميلات دي وارد عليها بسرعه جدا. فهي معناها ان انا بلحق المتاخر عليا، وان انا برضو ممكن ما اسال على واحد ما اتكلمتوش بقالي مده. I called my friend to catch up. I called my friend to catch up. انا كلمت زميلي علشان اطمن عليه، زميلي اللي بقالي مده ما كلمتوش. to go over يعني اراجع، بدل ما اقول review هقول to go over. امريكان يقول لك to go over، يعني لما تكون عايز تسال مديرك تقول له could you go over this email before I send it. يعني ممكن تراجع الايميل دوت قبل ما ابعته. فمديرك يرد عليك يقول لك sure I will go over this email and I will give you my stamp for approval. يعني انا هراجع الايميل ده وهديك السليمه او اديك موافقتي المتينه. فجو اوفر يعني تراجع. رابع حاجه معانا النهارده ديتوكس او ديكومبريس، يعني ريلاكس. يعني ايه؟ يعني لما تقول I am doing social media detox this week، يعني انا هكبر دماغي من السوشيال ميديا دي كلها الاسبوع ده ومش هفتحها اصلا. I am doing detox from social media this week. decompress يعني افك الضغط. بقول ايه؟
After work I like to decompress by walking. After work I like to decompress by going for a walk. يعني بفك ضغط طول اليوم اللي حصل لي بعد الشغل بان انا اطلع اتمشى شويه. خامس اوردر النهارده معانا open up، يعني حابب اعمل او منفتح على. يعني لما اقول ايه I am not really open up to discuss this right now، يعني انا مش منفتح او مش حابب اتكلم في الموضوع ده خالص دلوقتي. او ممكن تقولها his nice attitude make me open up to discuss this issue، يعني الطريقة الحلوة بتاعته خلتني حابب او مقبل ان انا اتكلم معاه وافتح معاه الموضوع دوت. سادس حاجة معانا النهاردة اسمها to hang out، ودي الامريكان بيستخدموها طول النهار والليل. يعني مثلا تقول ايه we love to hang out after work، احنا حابين نتقابل بعد الشغل. انا هنا استخدمت hang out as a verb كفعل، او ممكن تستخدمها كنون كاسم. this is a hang out spot، يعني مكان ينفع الناس تتقابل فيه او تخرج فيه. يبقى سادس حاجة to hang out، نخرج او نتقابل. سابع حاجة واخر حاجة معانا النهاردة first thing. first thing دي برضو الامريكان بيستخدموها كتير قوي. لما تقول first thing in the morning I listen to فيروز، يعني اول حاجة بعملها الصبح اسمع كده اغنيتين لفيروز. او ممكن تقول first thing in the morning I drink coffee، يعني اول حاجة بعملها على غيار الريق او اول ما بفتح عينيا هي ان انا اشرب فنجان قهوة. هنتنينا بالطريقه دي حاول ان احنا نكسر مع بعض البروجرامينج بتاع عقلنا، ان احنا بناخد من انجليزي لعربي ونحول من عربي لانجليزي عشان نرد انجليزي، فبالتالي بنرد انجليزي بطريقه مش صح، وبيبقى كاننا بنترجم ومش بنرد، وبناخد وقت طويل جدا، وبالطريقه دي عمرنا ما هنتكلم انجليزي. لا، الحلقات الجايه هنساعد بعض اكتر ان احنا ازاي نكسر الرولز ديت وازاي نرد انجليزي من غير ما تفكر. تابعني ان شاء الله، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. مع محمد حبيب، مستنيكم في الحلقات الجايه. باي باي.